أي نقطة صارت اهتمامكم في شخصي، في عملي، في أي ميدان، ما عندي حتى إشكال. أنا على ذمتكم وراكم، والحق الشعب التونسي ياخذ المعلومة يحب عليها، وما عندي حتى حرج. إذا كان ثم اتهامات تحب توجه لي وجهوها لي. احنا ما نوجهوش اتهام سيد الوزير، انت قانون قضائي تعرف. لا مش اتهام قضائي عادي. لا انت تعرف القانون، معناتها احنا ما نتهموش، احنا نوصلوا نوصلوا رسائل انتقاد نقد، رسائل توصلوا اللي تحبوا. بالنسبه أنا نسمعكم كل اذان صاغيه وبدون حرج. انا مواطن تونسي محلاكم ومشهد مسؤوليه على ذمتكم. اي لوم تحبوا توجهوه وجهوه الشخصي. لا النقطه الهامه اللي مازال سيد الوزير باش تكمل لنا. مش بالغلط على حكايه اخر لقاء اعلامي، راه ماهوش حكايه اعلامي غير سيد الوزير. هذا يلزم توضح سيد الوزير. تنوضحوا لهم. تفضل. شو النقطة هامة قلت سيد الوزير؟ هذا سيكون تقريبا آخر لقاء إعلامي. سيكون صفاتا آخر لقاء إعلامي. شاءت الأقدار أن يكون هذا آخر لقاء إعلامي، وأنا سعيد جدا. سألته بكري قلت له ايش بك زاهي؟ صحيح ولا؟ شاءت الأقدار أن يكون هنا اليوم آخر لقاء إعلامي معكم، وسعيد أن يكون هذا في أبهى مكان في مدرسة الحرس الوطني. هذا السيكل العتيد والعتيد جدا. إذا سيكون هذا آخر لقاء إعلامي. شنو السبب؟ السبب بسيط برشا، وأنه الأمانة ساقتني إلى وزارة الداخلية، وخلع علي السيد رئيس الجمهورية عباءة ومسؤولية وأمانة وزارة الداخلية، والأمانة هي التي حرصت أن تطبع عملي داخل وزارة الداخلية، ولم يكن أمرا هينا. كان علي أن أكون قديسا أحيانا، راهبا أحيانا أخرى، جنديا لا ينزع بساطة العسكرية في أحيان كثيرة. والأمانة أيضا شاءت أن أخلع عن نفسي الآن رداء وزارة الداخلية، وهذا بإذن السيد رئيس الجمهورية. الأمانة قادتني وساقتني إلى وزارة الداخلية، والأمانة اقتضت أن أخلع عن نفسي بإذن السيد رئيس الجمهورية وعباءة وزارة الداخلية. السيد رئيس الجمهورية نوجه له شكر وتقدير كبير جدا على ثقته الغالية، على الأمانة اللي كلفني بها، ونحب نوجه شكر وتقدير كبير جدا للسيد رئيس الجمهورية اللي يوم أمس تفهم وضعيتي وتفضل بأن أذن لي بأن أخلع عن نفسي مسؤولية وزارة الداخلية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني. الأمانة أمانات، تونس أمانة، وطننا أمانة، أمننا أمانة، ابتسامة الطفل في المهد أمانة، أحلام الشباب التي ضاعت في البحر أمانة، انتظارات الأم لأبنائها أمانة، المصدح أمام الأعلام أمانة، المعلم يواجه التلاميذ في قسمه أمانة، الفلاح في أرضه أمانة، الأمن والطاعة أمانة، القاضي في مكتبه أمانة. وأيضا هذه أمانات يمكن أن ذكرني بالمثليات في القانون التونسي. المثليات ثم أمانات لا يقوم بها كل شخص، ولكن ثم أمانات يقوم بها شخص بعينه. وأنا نادتني أمانة ما نجم يعوضني فيها حتى حد. أمانة أخرى، النساء كثير والرجال كثير، ولكن الأب واحد. وأنا أمانة كبيرة، أمانة أعطيها لي ربي، وأمانة تركتها عندي زوجة نحب النساء نحترمهم، لأن المرأة هي العطاء، هي التضحية، هي الإيثار، هي القائدة الأولى. شوفوا حتى البيبي الرضيع أول ما يتلقى التعليمات يتلقاها من أمه، فهي القائدة الأولى، رمز العطاء والإيثار والتضحية. فكيف كانت هذه المرأة زوجة وأم الأبناء، وكيف إن كانت امرأة عظيمة جدا بعظمة زوجتي رحمه الله، التي كانت عظيمة عظمة الدنيا عندي، تختزل كل القيم الإنسانية، وكانت تركت لي أمانة الأبناء. وأزفت اللحظة أن أعود إلى الأبناء وأتحمل هذه
الامانه اللي ما عاوني فيها حتى حد، كان الله في عوني. فهذه اخر لحظات في وزاره الداخليه. شكرا للسيد الرئيس الذي تفهم وضعيتي. شكرا، نحب نوجه تحيه شكر الى كل اللي عملت معه في وزاره الداخليه، رجال نساء بصدق. شفت وطنيه كبيره برشا بصدق، نزاهه، جديه، مثابره، عمل، حرفيه، انكار للذات. انا فخور وسعيد اني انتميت لوزاره الداخليه بودي. كنت اقول زملائي وكنت بحق نعتبرها زماله، ولكن نحب ناكد لكم هذه المساله فاتت الزماله، وانا اعتبرهم اخوتي واحبتي، ونحب نقول لهم لكم جميع زملائي وزملائي نساء ورجال وزاره الداخليه، احبكم في الله وفي الوطن، وكل التقدير لكم. احبكم جدا واثمن مجهوداتكم، وانا فخور ان تونس لها رجال ونساء في وزاره الداخليه بهذا القدر من الوطنيه والصدق والتضحيات. شكرا، بارك الله فيكم. سيد الوزير.